طولي 160 سم واعاني من الكرش. طبعا تكيسات المبيض ووجود لبن في الثدي ده معناه ان في خلل في الهرمونات مع حضرتك. طبعا تكيسات المبيض احنا اتكلمنا عنها قبل كده ولكن هنعيدها سريعا. حضرتك الجنزبيل والميراميه، الجنزبيل والحلبة والبردقوش بكميات متساوية. هذه الثلاث أعشاب هنخلطهم جيدا مع بعض بكميات متساوية. هناخد منها معلقة على كوب من الماء، هتغلى لمدة 2 دقيقة وتشرب 3 مرات يوميا. الميرامية، عشبة الميرامية لوحدها بمفردها هتغلى وتشرب أيضا 3 مرات يوميا. طبعا أنت وزن حضرتك 63 لكن بتقولي فيه كرش. سمنة البطن أو سمنة الكرش بتؤثر على المبيضين وبالتالي بيكون في تكيسات في المبيض. باقي الرساله بتقول ان هي ماشيه على علاج. هنكمل العلاج بتاعنا مع الوصفه البسيطه اللي احنا قلناها ووصفه اخرى لتنظيم الهرمونات. اتمنى اي واحده عندها لخبطه في الدوره الشهريه او لخبطه في الهرمونات او الشعر الزائد اللي بيبقى موجود في الوجه المراه، ده بيبقى لخبطه في الهرمونات الانثويه في الجسم، وبالتالي الوصفه اللي احنا هنقولها دي هتفيد ان شاء الله الرحمن بصوره طيبه قوي، وهي منقوع البردقوش. ايه منقوع البردقوش؟ اتفقنا ان 6 معالق من البردقوش على 3 كوب ماء كبير مغلي. مش هنغليها، هننقعها في الماء المغلي وتغطى من الليل إلى الصباح، يعني من بعد العشاء إلى الصباح لما نصحى من النوم، وهنصفيها وهنتناول 3 كوب ماء يوميا. النقيع دوت 3 مرات في اليوم، كوباية بعد الإفطار وبعد الغداء وبعد العشاء، وبالليل بنكرر نفس العملية تاني. بنستمر على هذه الوصفة 3 أشهر على الأقل لتنظيم الهرمونات تماما، بتجيب نتيجة طيبة جدا. وأتمنى إن حضرتك نقول اللي احنا نطبق اللي احنا قلناه مع العلاج الطبي اللي احنا